سنة 2022 الصراحة مريبة جدا على الصناعة بأكملها. في ناحية الصناعة ديت قدمت محتوى عظيم جميل جدا، بس معظم اللي حصل السنة اللي فاتت ممكن يتلخص انه دمج ما بين عك وعشوائية. الرسوم المتحركة اتضرر بشكل كبير جدا السنة اللي فاتت من العبط اللي حصل ما بين منصات الاستريمينج وهبد الشركات وادخال الصناعة في دوامة ملهاش أي علاقة بالصياح اللي بيحصل في الواقع، وفرض الواقع دوت على الصناعة. هايل جدا، ممتاز. ده غير كمان الخناقات اللي حصل مع صناع الرسوم المتحركة والرسامين، حاجة هايلة الصراحة. بس برضه حصلت حاجات لطيفة جدا السنة اللي فاتت، زي طبعا الترند بتاع فيلم المينيونز. وديزني ايراداتهم السينمائية كانت مليانة خساير. ترند ان الناس بقت عايزة تشوف افلام تبسطهم اكتر من الافلام التعبانة اللي نازلة على الفاضي. في حاجات حلوة وحاجات وحشة، والدنيا مليانة عك هنا وهناك. بس الدراما والفوضى اللي حصلت السنة اللي فاتت كانت اعلى شويتين، عشان طبعا الوباء هدي وفي صياح غير شغال حول العالم. عشان نبدأ بقى رحلتنا ونطلع من العك والعظمة اللي حصلت السنة اللي فاتت في الصناعة في 2022، هنراجع محتوى السنة اللي فاتت الرسومي. أي حاجة ليها علاقة بالرسوم المتحركة سواء للجميع أو الكبار هنتكلم عنها. أولياء الأمور وأفراد العائلات طبعا مرحبين لو عايزين نشوف حاجات للأطفال أو ما خلافه وإيه اللي يستحق الفرجة. غير كده فاحنا برضه عشان بيكون عندنا محتوى كتير على مدار السنة، مش هنقدر نتكلم عن كل مسلسل خرج السنة اللي فاتت. وطبعا بالترتيب بتاعنا، بداية من المسلسلات ومع مسلسلات الكبار. Where have all the good men gone? محتوى الكبار في 2022 بيستمر يقدم جودة محترمة وبشكل مبهر جدا الصراحة، ودي حاجة هتفاجئنا على مدار السنة مش بس في المسلسلات بالتنوع اللي هنشوفه. مسلسل سمايلينج فريندز بدأ السنة وكان مريب جدا. الحس الفكاهي بتاعه عبارة عن مسلسل كبار على الطبيعة كده، مع العشوائية والميمز والحاجات اللي ممكن تتشاف على النت، شوية ثقافة انترنت كده. بس مسلسل مريب جدا في المجمل، لكن هتستمتعوا جدا لو من محبي ثقافة الانترنت. The Legend of Vox Machina اتقال اكتر من مرة ان انا لازم اشوفه واتكلم عنه، بس انا مش شايف انه يستحق يعني. ما اقصدش المسلسل وحش، بالعكس خالص، انا استمتعت جدا بيه. بس انا ما عجبتش بيه بنفس الطريقة اللي شفت بيها مسلسل اركين. المسلسل حلو جدا والاكشن ممتع ومنتج عالي الجودة بشكل عام، بس انا مش حاسس ان الحاجة التقيلة ديت زي اركين. بس متوقع حاجة تقيلة طبعا في الموسم التاني اللي بيتعرض حاليا في الوقت اللي الفيديو دوت بيتعمل فيه. سوان بوي عبارة عن مسلسل كرتوني للكبار، حاجة كده 5 دقايق بس مش بتقل على المشاهدين. The Boys Diabolical. لحد هنا بس، وعايز اقول ان الاستعانة بالدموية المحروقة بتاعت مسلسلات الكبار موجودة في اغلب الاعمال بتاعت 2022، بس مش لدرجة عشوائية. الاعمال اللي متقدمة لسه كويسة، بس مليانة دموية كده حبة حلوين. انما المسلسل ده بقى او الافلام القصيرة بتاعت Diabolical فده محتوى دموي مقرف جدا الصراحة. انا ما شفت The Boys قبل كده فانا ما عنديش خلفية مع المسلسل، بس اللي اتقدم قدامي في المنتج ده ما يستحقش يتشاف خالص، ومقرف جدا عدا الفيلم او الحلقة الاخيرة. عكس مسلسل بانثيون بوضع فعل كان مع المسلسل عشان اتلغى، على الاقل في الوقت اللي الفيديو ده بيتعمل فيه. المسلسل ده الصراحة ما كانش محتاج يبقى رسوم متحركة خالص، بس استغل الرسوم المتحركة احسن استغلال بطريقة اللعب في الالوان والاضاءة بتاعت المسلسل، وهو مسلسل درامي خيال علمي ممتع جدا. ليتل ديمون عايش شوية تحذيرات كبيرة كده ان محدش تحت سن ال21 يتفرج على المسلسل ده عشان بيتقل شوية في اللي بيقدمه. وتاني، المسلسل ده تقيل فيه بيقدمه، بس بشكل عام هو ما يستحقش يتشاف للدرجة دي. كفكرة اتكررت هتلاقوها احسن بكتير في مسلسلات تانية. سوبر ناتشورال اكاديمي ممكن يتحسن المسلسل عشان يبقى محتوى زيادة وخلاص، بس المسلسل يتشاف يعني. هو الصراحة المسلسل كتابته عايزة شغل كتير، عشان في مشاهد هتحس ان المسلسل ناضج للمشاهدين بتوعه، وفي مشاهد تانية هيتحس ان المسلسل متخلف جدا ما تصرفش عليه. ما اقولش ان انا هنصح بيه، بس ممكن يتشاف وممكن يجي منه يعني. مايك جادجز بيفس اند باتهيد، مسلسل اللي هيحب الكوميديا بتاعته هتحبوا تتفرج عليه، مش محتاج اقول اكتر من كده. هارلي كوين نزل الموسم التالت والمسلسل بينافس على اللي بيقدمه كمحتوى. الكتابة لسه في ذروتها من الموسمين اللي فاتوا، والموسم الجديد مش معمول بغصب، فالمسلسل لسه ممتع جدا. كلوز انف اصبح فعل ماضي بعد الموسم الثالث، يمكن يرجع يمكن لا، بس الموسم الثالث يستاهل يتشاف. ريك اند مورتي ما اعتقدش انه هيبقى فعل ماضي بعد اللي حصل، بس ربما. الموسم الثالث باختصار كان حشو متكامل، ما فيهوش غير حلقتين 3 بس اللي يستحقوا يتشافوا. غير كده لو كرويتوا الموسم ده ودخلتوا على اللي جاي مش هتلاقوا نفسكم فوتوا اي حاجه. برايمال الموسم الثاني، هقول ايه؟ في حد ما يتفرجش على برايمال؟ لا بجد روح اتفرج عليه، ده يستاهل. بس استنى نشوف ايه تاني اللي موجود يعني.
سولار اوبوزيتس انا مش عارف الصراحه اوصفه ازاي، بس هو مش زي ريك اند مورتي. ايوه هتلاقي في شبه بين الاتنين وتقولوا الاتنين زي بعض ونفس المؤدي الصوتي اللي ممكن يخلي المسلسل ده فعل ماضي اثناء ما الفيديو بيتعمل، بس ده مسلسل مع نفسه، حاجه تتوقعها من مسلسلات معموله للكبار، بس المسلسل ده اهدى شويه من المعتاد. انسايد جاب رجع معانا تاني وغالبا مش هيرجع تاني. شايفين قد ايه صناعه الرسوم متحركه جميله؟ ما اداش المسلسل ده اهتمام كبير في الموسم الاول، فاضطريت ارجع اشوفه تاني بعد الترند اللي بدأ عليه. لحسن الحظ انا المره دي كملته للاخر، والمسلسل طلع بيتقل قوي مع نهايه الموسم الاول. الكتابه مش احسن حاجه طبعا، بس خلاني مستثمر في المحتوى، بس ده ما يمنعش ان الموسم التاني كان محتاج شغل عن الموسم الاول، عشان حاسس ان اللي خلى الموسم الاول حلو مش موجود، واللي عايزين الناس اللي بتتفرج وخلاص هو اللي موجود في الموسم التاني. حاجه كده مسلسل تاني مش هذكر اسمه عملها يعني، بس انسايد جوب يستحق المشاهده. ودول كانوا مسلسلات الكبار، ومفيش اي حاجه نزلت بعدهم خالص، ولا اي حاجه نزلت اخر يوم في السنه حتى. رسوم الكبار كانوا كتير شويه في 2022، وفعليا كانوا اكتر من المسلسلات العامه، بس ده ما يمنعش ان العام اللي موجود عندنا لسه برضه بيقدم جوده. بنبدأ بمسلسل ذا كاب هيد شو. الصراحة مسلسل ممتع ولذيذ جدا، ممكن يمشي في أي سكة، ضوضاء ماشي، تسلية ماشي، أي حاجة شغال. رسوماته حلوة والكتابة خفيفة، وبشكل عام المسلسل جميل وله 3 مواسم. هامستر اند جريتل هو نسخة ديزني من مسلسل خفيف ولذيذ، بس المسلسل بيبقى مزعج في أغلب الوقت. حاجة كده الصراحة الأطفال هتحب تتفرج عليه عشان الألوان والرسومات، بس أولياء الأمور هيحاولوا يتجنبوه عشان وجع الدماغ. كارز اون ذا رود، أيوة أنا اتفرجت عليهم، مش وحشين الصراحة، وتسلية بسيطة جدا في الوقت اللي بتشوفوا فيه. وولف بوي واحد برضه من المسلسلات اللي حبيتها جدا بروح الطفل اللي بتعرف تبنيها. الخيال والإحساس في المسلسل ده جميل جدا، وبيعرف يخلق مساحة راحة للمشاهدين بشكل ساحري. الكتاب تحترم الجمهور العام وخصوصا الأطفال، وحاجة ممتعة جدا للجميع. Abominable in the Invisible City ما كنتش متوقع خالص ان دريم وركس يعملوا المسلسل، خصوصا انه ما كانش مشهور كفاية، بس الصراحة المسلسل حلو وبيشد والكتابة كويسة جدا. بيماكس يعتبر كده حاجة كام دقيقة مش هتحس انهم عدوا خالص وانتوا تتفرجوا، مسلي جدا للجميع، بس ده ديزني تمام. سونيك برايم بره عن كونه مسلسل لسونيك، فهو الصراحة مسلسل اكشن تقيل جدا للجمهور بتاعه. مش بقول عليه مسلسل ممتاز ولا حاجة، ده بعيد كامل البعد عن كده، وفي تفاصيل كتير بتقع منه اصلا. انما المحتوى اللي متقدم كاكشن وعالم والغرض من تبعية الاحداث معمولة بشكل هايل جدا يقدر يخلي اي حد يستثمر في المشاهدة، خصوصا للاطفال. سوبر جاينت روبوت براذرز مسلسل اكشن اخر موجه للاطفال. لسبب ما انا استمتعت جدا بالمسلسل ده مقارنة بسونيك برايم، في حين ده مسلسل ما سمعش بيه غير 3 اشخاص على نتفليكس بس. هو مسلسل حلو بشكل عام، بس هقول ان الرسومات بتاعته ممكن تؤدي الى دوران حركة. وي بيبي بيرز بعيدا عن اخوه الكبير، المسلسل ده اخره يتحط ضوضاء وخلاص، ومحدش يتفرج يا جماعة على مسلسلات كونغ فو باندا. انا كنت فاكر ان دي معلومة عامة بس ما طلعتش. دارين بارانورمال بارك حاجة كده ميكس كوميديا على رعب على حاجات غريبة كده تانية، والشيء اللي ما بينهم مشترك هتلاقوه مشترك مع ذا اول هاوس. طبعا انتوا فاهمين الميكس كله بشكل عام مش وحش، لكن اقل من المتوسط. مش محتاج اقول ان ده ما يقربش من الاطفال خالص يعني، عشان واضح لما قلت ذا اول هاوس. لوني تيونز كارتونز مش فاكر الصراحة اذا كانت اتلغى ولا لا، عشان في كتير قوي اتلغى الفترة اللي فاتت، بس ده من اساسيات المحتوى الرسومي اللي موجودة في السوق. نزلوا الموسم الرابع وكالعادة حاجة تحترم. ارثر لازم نذكره في الفيديو ده بشكل او باخر. المسلسل نزل له الحلقة الأخيرة بعد 25 موسم من مسلسل عام كوميدي فوضوي تربوي. لازم طبعا نذكر مسلسل الأسطورة دوت بكل اللي قدمه. في مسلسل سنافر جديد كده نزل من فترة عليه إقبال من أولياء الأمور والأطفال، مش هقول كتير عليه، السنافر مش محتاجة. كريج اوف ذا كريك مازال بيقدم جودة محترمة. The Wonderful World of Mickey Mouse نزل 4 حلقات منه بيتقال عليهم موسم تقريبا، زيه زي لوني تيونز كده، من الحاجات الأساسية ومشاهدتها ممتعة. نبص بقى على الحلقة الرئيسي بتاع حبايبنا. مسلسل ذا اول هاوس دخل في الساحة السنة اللي فاتت، سبب في ان الموسم التالت اتشلوح، بس لسه بيتعمل وبيتعرض بالقدر المتاح للمسلسل. الموسم التالت اتوجه زيادة عن اللزوم انه يكون فان سيرفيس وضربت في وشه، بس الموسم التالت احسن منه، انصح جدا بيه الصراحة. مقولش انه يتشاف للجمهور العام والاطفال تشوفه، بس على الاقل جمهور كبار السن هيستثمروا جدا في الموسم التالت. امفيبيا بقى لم الدور بسرعة السنة اللي فاتت وخلص المسلسل بتاعه في السلكان، اقل مخاطر اقل مشاكل، والمسلسل قدر يحافظ على الجودة بتاعته لحد اخر حلقة وخلص بسرعة. The Ghost in Molly ما جيش شعبيته وقعت شوية السنة اللي فاتت، بس المسلسل لسه بينزله حلقات جديدة.
طبعا اللي عايز يتفرج يتفرج، بس ما بقاش عليه انظار. The Proud Family Louder and Prouder cringe. يعني المسلسل نفسه مش بيحاول حاجة جديدة أصلا، غير إنه تم تحديثه للعصر الحديث بحاجات اتعملت أحسن في مسلسلات تانية. سيبكم المسلسل ده وروح اتفرج على وقت المغامرة يعني. The Young Justice الصراحة أنا مش مستمتع بيه. حاسس إنه متوسط جدا لمسلسل رسومي جاي من دي سي، وفي أغلب الحلقات اهتمامي بيقع بسرعة بالمسلسل ده. بحس إن المسلسل بيحاول يقدم معلومات زيادة عن اللزوم للمشاهدين في لحظات مش في وقتها. وفي كمان مسلسل بي ان بابي كات، جمهوره مراهقين كده، مسلسل هادي كده بس وراه لف ودوران عشان يتفهم. المحتوى العام راح في داهية السنة اللي فاتت. الجودة واقعة بنسبة كبيرة من أغلب المسلسلات، والمسلسلات التقيلة تستحق تتشاف، فيها حاجات تخليها غير لائقة للأطفال والجمهور العام إنه يشوفها. العك في إلغاء المسلسلات كمان خلى مسلسلات كتير ما ظهرتش في الربع الأخير السنة اللي فاتت. فالرد المقابل لكل التحركات العبيطة ديت أكيد هتكون ترندات كتير ظهرت في النقص اللي موجود. Where's the streetwise Hercules to fight the rising odds? ذات الترندات ان دل على شيء او اخر، فهو اثبات ان عدد الناس اللي عايزه محتوى رسومي بيكبر بشكل غير طبيعي. وان راقبنا الترندات الخارجيه باي شكل اخر، فهو ان مبيعات الافلام والستريمينج بيقولوا ان فعلا المحتوى الرسومي عمال يزيد شعبيه عما سبق. سبونج بوب ما زال متربع عرشه يكون الترند الوحيد اللي مش بيموت على النت. سبايدر مان تصدر عدة مرات السنة اللي فاتت، أبرزهم مسلسل ذا سبيكتاكولار سبايدر مان، بل وخلق شعبية أكبر للمسلسل كمان. عودة مرحب بيها للزعيم الأخضر في نهاية السنة لأول مرة من 2019، ولستة حاجات تانية في النص. ترند المينيونز كان أسطوري. بعيدا عن الفيلم نفسه عشان نتكلم عنه كمان شوية، كون إن الفيلم دوت أصبح ترند مسيطر قصاد أفلام بيكسار في نفس السنة مش علامة كويسة خالص لاستوديو بيكسار. الترند كان ممتع جدا، والمشاركة كانت بنسب عالية حول العالم من شباب وشابات عايزين يبسطوا نفسيهم. ويل سميث ما كانش حد عايز يتكلم على مراته السنة اللي فاتت في الأوسكار، فكل واحد عمل حفلة عليه. الموضوع تصدر ميمز كتير السنة اللي فاتت، أبرزهم إن سلسلة مدغاسكار طلعت ترند للشهر متكامل. هاي لويس مسلسل فاميلي جاي طلع ترند. فاميلي جاي خد أضواء زيادة عن اللزوم السنة اللي فاتت، وانتشر أكتر كمحتوى out of context، ونسبة كبيرة حابين المحتوى بالشكل ده أكتر من المسلسل نفسه. فاكر من شوية لما قلنا إن سمايلينج فريندز بيتشاف أكتر لمحبي ثقافة النت؟ تخيلوا يعني المسلسل كان ترند على فترات متقاطعة طوال السنة اللي فاتت وحتى مؤخرا والفيديو ده بيتعمل. جامبل واخد نفس معاملة فاميلي جاي على السوشيال ميديا، والناس مركزة مع المحتوى بتاعه أكتر كونه محتوى out of context، بس محدش بيكره المسلسل عكس الكينج التاني. جامبل لسه واخد وضعه بس ساطع زيادة عن اللزوم، وحتى مؤخرا برضه. بامبف جيرلز بيطلع وينزل من ترندات أوقات كتير السنة اللي فاتت، بس مش لدرجة إن الناس بتركز معاه، لكن بيطلع ترند من وقت للتاني. The Owl House وأمفيبيا مش محتاج خالص إن أنا أقول هما ليه كانوا بيطلعوا ترند. بان 10 بيطلع ترند على كافة المسلسلات وعلى النسخة الحديثة، لكن ده شيء بيحصل أقل على السوشيال ميديا وبيحصل أكتر على منصات الستريمينج. السنة اللي فاتت كان ميمز، المرة دي الناس رجعت تشوف المسلسل عشان نوستالجيا غالبا. ورحبوا معانا بحبايبنا الجداد اللي طلعوا ترند كذا مرة السنة اللي فاتت، مسلسل بابز برجرز. عضو جديد معانا في السياح الرسومي، واهتم انه ما طلعش ترند كذا مرة عشان الفيلم بتاعه اللي هنتكلم عنه كمان شوية. اسباب انه بيطلع ترند متعددة جدا الصراحة، بس الاكترية عشان لقطات اللي عارف كونتكست اللي بتطلع منه، وان المسلسل مريح جدا للمشاهدة لما بيتحط في مقارنة تانية مع مسلسلات السيت كوم بتاعت الكبار اللي على نفس الشبكة. وكان لسه ترند مؤخرا برضه. قادر نادي طلع ترند كذا مرة السنة اللي فاتت برضه، بس ده كان نتيجة نوستالجيا في المقام الأول، أما كارتون نتورك كانوا بيقدموا محتوى مش بيتلغي. بمناسبة اللغي بقى، ده عدة ترندات كتير على الموضوع دوت على مدار السنة تتضمن وبلا حصر نتفليكس اللي بيطلع ترند كل شوية للناس تدعم الأعمال الجديدة عشان ما تتلغيش، بس اللي هيحصل. دي كانت أبرز الترندات اللي ظهرت في الصناعة في 2022. في كتير بس مش عايزين نطول. اللي بيحصل في الصناعة ديت على إثر ظهور الترندات ديت هيغير الصناعة بشكل أو بآخر من التدخلات اللي بيحصل وتواجد الصناعة في عدة اتجاهات مختلفة. الطلب الزيادة على الرسوم المتحركة هيجبر الشركات تظبط نفسها الفترة اللي جاية، واعتقد ان تلبية الطلب شغال حتى لو نتفليكس واتش بي او ماكس بيعكوا. نتمنى الاتنين دول يبطلوا هبد شوية، عشان باللي لسه شايفينه مع بداية السنة الجديدة اعتقد ان احنا لسه مكملين في الفوضى اللي لسه شغالة. Late at
I turn and I dream of what I need. Oh, brother, this guy stinks! افلام 2022 الصراحة حاجة كده في النص. في افلام كتير اسوأ من 2021، وفي نفس الوقت في افلام كتير تمسح البلاط ب 2021. الاتنين. السنة بدأت بداية غير ساخنة اطلاقا بفيلم هوتيل ترانسلفانيا، اللي متأكد نسبة كبيرة منكم نسي ان الفيلم دوت نزل السنة اللي فاتت. بعدين فيلم بيكسار اللي كاد يكون احسن فيلم في السنة عشان يتقارن باللي اتقدم في 2021. هيه بيكسار رجعت تاني. النص التاني للسنة بقى جه وقتل اي امل لبيكسار او ديزني انهم يعملوا اي فيلم نضيف. The Bad Guys فيلم ترفيهي في قمة العظمة والجمال والتحفة الإبداعية، اللي هو حاجة كده. أنا عارف إن أنا هتفرج على الفيلم دوت وكل ثانية في الفيلم دوت هتبقى في قمة المتعة. هو ده أقل ما يقال عن الفيلم. الفيلم ترفيهي ممتاز جميل جدا، حتى قصاد فيلم Turning Red اللي كان كويس إلى حد ما في المقارنة برضو. مارسيل الشان والشيوزان بدأ يظهر في نفس الوقت وبدأ يلاقي شعبية. تلاقوا فيلم جميل جدا، مريح جدا، متشابه في كونه فيلم وثائقي وكتابته هي اللي شايلاه. فيلم حرفيا نازل للجمهور بشكل جميل. ده فيلم ممكن يستمع عادي جدا لو حضراتكم مشغولين وعايزين حاجة تسمعوها في نفس الوقت. الفيلم ده ممتاز، وهتلاقوا نفسكم في تسلية وراحة نفسية مميزة جدا مع الفيلم ده. فيلمين نازلين ورا بعض يرموا بيكسار في أعفن زاوية ممكنة، المقارنة تتقل كمان. وبعدين لايتير ينزل في نفس وقت فيلم المانيونز. ايه اللي يحصل بقى؟ الفيلم وقع وقعة محترمة، ايراداته رايحة في داهية لفيلم بيكسار السينمائي الاول من 2020. دعايته لناس معينة بوظت ايرادات الفيلم اكتر عشان اولياء الامور خايفين على عيالهم من مشهد ما يكملش 3 ثواني والفيلم نفسه يقرف و خلصت. الفيلم وقع. إلومينيشن بقى بتوع المانيونز مش بس عملوا فيلم احسن، وانا ما بهزرش، رسوماته كانت انضف، كان ترفيهي اكتر، والفيلم طلع ترند. كيف انقلبت الطاولة. نفس الوقت برضو الفيلم ده ظهر. The Bob's Burgers Movie هو اكتر فيلم حبيته من صيف 2022. ده فيلم للكبار بس ممكن الاطفال يشوفه عادي مفيهوش اي حاجة. الفيلم ده عبقري باشكال مختلفة، حتى الفيلم بتاع بيكسار مش بالعبقرية بتاعته. بيعرف يوزن الغموض المتواجد في القصة بتاعته والمغامرة والامل والكوميديا والمجازفة بامكانية عبقرية جدا. بعدها اكتشفت ان دي طبيعة المسلسل بتاعه في الاصل، اللي وقتها اكتشفت كمان ان الفيلم كان ممكن يقدم اكتر، بس حتى باللي موجود قدامنا على الشاشة فهو عظيم جدا. ومن الافلام القليلة كمان اللي احب اسمع كل المشاهد الموسيقية اللي موجودة فيها، وكل اغنية بتبقى حلوة جدا الصراحة وبتفيد القصة ومسلية. ما حبيتش الفيلم ده من فراغ خالص. فيلم فاين هارت طلع عشوائي كجدال للناس على السوشيال ميديا انه فيلم على قده، حاجة زي مولان، واللي شفته في الفيلم الصراحة أبهرني جدا. فيلم على قده جدا، بس لو ركزتوا معاه هتلاقوا ان الفيلم كان عنده إمكانية غير طبيعية انه يبقى واحد من أفضل أعمال السنة. الفيلم ده ما صرفش على كتابته وده شيء محزن. بس أنا حسيت ان أفلام الكبار بدأت تتفوق على الأفلام العامة. يعني ذا هاوس طلع مليان غموض وإخراج وكتابة جميلة جدا باللي مقدمه يخليه ياخد التقييم بتاعه بشكل كويس جدا. أبولو 10.5 برضه طلع موجه بعناية شديدة جدا للجمهور بتاعه انه بيتعامل مع جمهور ناضج. حاجة جميلة جدا ان افلام الكبار بدأت تسطع ما تبقاش عبيطة. رؤية الفيلم ممتعة جدا وهو ماشي اكتر كنوع فيلم وثائقي، لكن بكونه محتوى يتم سرده عن طريق بطل القصة ويتحول كفيلم خيال علمي مدي على انطباع واقعي بشكل ممتع وهايل. رسومات الفيلم كمان متعة جميلة جدا للعين، حاجة بتحصل في نفس الوقت مع كل افلام الرسومية التانية اللي متقدمة للكبار. معاهم فيلم انترجلاكتيك، فيلم رسوماته حلوة جدا. ما اعتقدش ان انا عندي القدرة ان اقدم له وصف يصف كم المحتوى المعروض بداخل الفيلم ده، بس الفيلم حلو جدا بميكس كوميديا رومانسية مع خلونا نقول قصة على قدها، بس الفيلم بشكل عام ممتع جدا. ويندل وايلد الصراحة ما يستحقش خالص انه يبقى رسوم كبار، بره عن الالفاظ بعض من الشخصيات بتاعته. الفيلم حلو جدا في اللي بيحاول يقدمه، بس مش عارف ازاي يقدمه بطريقة صح. مليان عك بمعنى صح بالشكل اللي الفيلم اتقدم، وكان عايز شغل زيادة في الانتاج قبل ما يطلع. فيلم مورتال كومبات على قده، مش لازم اشرح اكتر من كده. الاكشن حلو، وفيلم باتل اوف ذا سوبر سانز يتحس انه رخيص جدا باللي ممكن يطلع من دي سي. بشكل عام افلام الكبار قدمت حاجة قوية جدا في 2022، جودة مرتفعة جدا على كافة الاوجه اللي متوفرة.
حتى اقل فيلم موجه للفئة العمرية اللي احنا بنتكلم عنها يقدر يتشاف ويوفر متعة متقدرة بشكل او باخر. بس اخر كام شهر في 2022 الجودة عليت قوي بالنسبة للافلام العامة. احنا بنتكلم ان لما الناس نسيت حوار فيلم لايت يير، فيلم سونيك طلع ترند كذا مرة بعدها. يعني الناس عايزة حاجة حلوة تتشاف. سكوبي دو بقى دخل هيصة وما اتعلمش. عملوا فيلم ما صراش عليه نهائيا، وكان كارثي بيجهز شخصية فالما في الكارثة اللي نزل في بداية السنة الجديدة. سي بي سي الصراحة انا شايف ان الناس مقفرة زيادة مع حلاوة الفيلم ده. هو حرفيا اتلخص انه فيلم هاو تو ترين يور دراجون بس في البحر، بقصة محروقة بالكامل ونهاية عبيطة جدا. فيلم سلاحف النينجا قبل ما يقال عليه انه متعة بصرية. ايه ده؟ يلا بينا كارتون سالون، كارتون سالون، كارتون سالون، كمان. انا كنت مستعد على وجه السرعة اقول انها اتحسمت خلاص. بصوا يا جماعة، انا ما اقصدش اقلل من الفيلم ده، هو حلو جدا، بس دي قصة ضعيفة الى حد ما مع اللي قدروا يوفروا في الفيلم. مش وحش، بس ما تتوقعوش حاجة 5 نجوم كالعادة بتاعتهم يعني. جيرمو ديل تورس بينوكيو لازم يتشاف، دي ما فيهاش جدال خالص. تأتي ديزني بقى في محاولة أخيرة لهم في استعادة صورتهم في السينما، عشان يجوا 3 أفلام 2 منهم مش معروفين كانوا أحسن منه وأمتع منه، بل واحد منهم ممكن يساعد الناس في دروس عن الحياة كمان. لكن الفيلم التالت ده هو القشة اللي قسمت ظهر البعير. Puss in Boots The Last Wish نزل ودشمل أي فرصة لديزني إنهم يحققوا أي إنجاز في السينما. أحداث الرسوم المتحركة كالصناعة بأكملها في 2022 كانت خيالية بأقل وصف ممكن نوصف بيه اللي حصل. أحداث كتير وعك كتير وغيره، بس المحتوى كمان كان بيتفاعل مع الأحداث ديت. محدش كان متوقع إن الأفلام الرسومية تطلع تقيلة بالشكل اللي احنا شفناه السنة اللي فاتت خالص، ولا كان حد متوقع محتوى الكبار ذات نفسه يبقى له اهتمام بالشكل ده كمان. الترندات كانت علامة أكبر في الطلب اللي بيحصل للرسوم المتحركة، والناس عايزة تشوف حاجة تبسطهم. كل ده له تأثير كبير بيصور لنا إن المستقبل حتى لو متكعبل حبتين بس مشرق جدا في النهاية. تفاعل السنة اللي فاتت حبيت جزء منه يشارك فيه مشاهدي القناة. عمل تصوير صغير كده عن ايه اكتر محتوى رسومي عجب الناس السنة اللي فاتت، والتفاعلات مش كتير. يعني انا كنت متوقع رقم اعلى، بس مش وحش، مش وحش. Puss in Boots The Last Wish متفوق جدا باغلبية الاصوات رايحة له مباشرة. بعدهم جيلمو ديل تورس بينوكيو، والاتنين متوقعين جدا في المرتبة بتاعتهم. The Bad Guys يأتي وراهم، بعدين هنلاقي تعادل ما بين فيلم المينيونز وفيلم Turning Red. اكيد مش هنسيب بيكسار، وفيلم Turning Red مازال كويس، بس عيب لما يتحط قدام المينيونز. سي بيست لوحده بعدهم. واللي بسطني بقى كان ان في ناس اتفرجت على فيلم مارسيل، وتعادل بصوت واحد ما بين Sonic the Hedgehog 2 وفيلم My Father's Dragon. الكبار لقينا في منافسة قوية جدا ما بين فيلم باوز برجرز اوف ذا هاوس، انتهت بتعادل ما بين الاتنين. أبولو 10 كان بينافس معاهم لحد ما خرج مع نفسه. تعادل ما بين ويندل وايلد وانترجلاكتيك، واخيرا فيلم سوبر سانز. بعيدا عن ارقام المشاركة، بس انا معجب جدا بتفاعل الناس اكتر مع المحتوى الرسومي، وده باين جدا من التنوع في الاختيارات اللي كنت متوقع اغلبهم يرسوا على فيلمين او 3 بالكتير. بس انبهرت جدا بالتفاعل. يمكن نعمل حاجة زي كده للمسلسلات، بس مش عارف ادرس ازاي. المهم، طلب الرسوم المتحركة بأي شكل من الأشكال بيكبر يوم بعد يوم. ده أمر واقع والسوق لازم يتقبله، ولازم يتأقلم مع الأوضاع الجديدة اللي بتتغير يوم بعد يوم. السنة الجديدة بقى بغض النظر عن البداية شبه كارثية، لكن بقول ما يستعجلش الأحداث، عشان السنة الجديدة متوقعين حاجات تقيلة تظهر السنة على كافة الأوجه، وأعمال تقيلة تضرب السينما. شكرا للمتابعة، وأسيبكم تكملوا يومكم. بيس.